Welcome to Tasklish. النهارده هنتعلم حاجة مهمة جدا وهتساعدك تطور السبيكنج عندك بشكل ملحوظ، وهي التشانكس. والتشانكس هي مجموعة من الكلمات بنستخدمهم مع بعض عشان يدونا معنى معين، بل واكتر من معنى احيانا. وده طبعا اللي هيساعدك انك تتكلم اسرع، لان اوريدي الجملة كلها عندك، مش محتاج تفكر في ترجمة كل كلمة لوحدها. زي مثلا عندنا الاكسبريشن ده اللي هو في العربي على حد علمي، فبعد كل كلمة مش محتاجة افكر طب بعد على هجيب ايه، حد هجيب ايه، لا انا عارفة الاكسبريشن نفسه كله كده على بعض، فبستخدمه في الكلام العادي. واكزاكتلي نفس الفكرة in English. لما تتعلم بطريقة التشانكس انت مش هتحفظ كلمات منفصلة بقى، لا انت بتتعلم تعبيرات جاهزة تستخدمها في الكلام عموما. فنقدر نقول ان التشانكس هتساعدك تتكلم اسرع، لانك مش محتاج كل مرة تبني الجملة من الصفر. نمبر 2 هتقلل الترجمة في دماغك، لانك هتكون حافظ التعبير كقطعة واحدة. نمبر 3 ودي الاهم طبعا، هتخلي كلامك اقرب للنيتيف سبيك. So today we're gonna learn 5 chunks and you can use them in your conversation. اول تشانك معانا وهو as far as I know، على حد علمي، حسب اللي انا اعرفه، على حسب معلوماتي. والاكسبريشن ده بنستخدمه في حالة ان في حاجة عايز تقولها ومش متأكد منها 100%. For example, as far as I know he works in Cairo, or as far as I know the meeting starts at 10. You did everything as far as I know. chunk number 2 it depends on، يعني على حسب او ده بيعتمد على. وتقدر تستخدم التشانك ده لو مش عايز تدي اجابة صريحة ب yes or no. You can say it depends on. For example, it depends on the situation، يعني على حسب الموقف. Another example, it depends on how much money I have. Depends on her response to treatment. Moving on number 3, I'm used to plus verb لازم يكون في ing، بمعنى اتعودت على او انا متعود اعمل كذا. يعني لو في interview والاتش ار سألك هل بتقدر تشتغل تحت ضغط، بدل ما تقول له yes I can, you can say yeah I'm used to working under pressure. I am used to people not liking my writing. Here is another useful one, I ended up. وده معناه ان انتهى بي المطاف الى. لما تكون عندك بلان معينة لكن في الاخر تحصل حاجة عكس كده تماما. يعني لو مخطط مثلا تخرج مع اصحابك وفجأة قعدت في البيت وما عملتش اي حاجة. For example, I ended up spending 2 hours on my phone. Another example, I planned to cook dinner, but I ended up ordering food. I ended up just blurting it out in the backyard. And finally, our last chunk is I'm looking forward to. plus الفيرب لازم يكون فيه هنا ing، ودي حاجة بننساها كتير. والتشانك ده بنستخدمه لو عايز تقول انك متحمس او منتظر حاجة معينة، انا بتطلع الى، وهكذا. Okay, for example, I'm looking forward to starting my new job. Another example, I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward to meeting you. meeting هنا طبعا فيها ing، ما تنسوش. I am looking forward to hearing about her problems. Okay guys, that's all for today. I hope you learned something new. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس how many chunks did you know before this video. Follow for more. See ya. Bye bye.